يا صباح الفل، اسبوع جديد ومعاكم محمد ابراهيم. الحلقه تبان كئيبه بس هي مش كئيبه والله. يعني هو الموضوع كله ان احنا واحنا داخلين ننام بنتقسم لفريقين. في فريق بينام على طول وفريق تاني بيبقى عمال يفكر في الحاجات اللي فاتت، ازاي العمر عدى بسرعه. احنا كلنا تقريبا لما بنيجي يعني بنفتكر حاجه معينه او حدث معين او يطلع لنا ميموري حتى على الفيسبوك، بنقعد نقول ايه ده، ياه هو امتى الوقت ده عدى، ده انا فاكر الموضوع ده كانه امبارح. اكيد كلنا بيحصل معانا كده. المشكله وقتها الواحد بيجيله اوقات طبعا احساس بالندم. في اللي بيندم على دراسته، في اللي بيندم انه ما استمتعش باللحظه دي كفايه، في اللي بيندم انه ما اكتشفش هواياته اللي بيحبه زمان، في اللي بيندم على طريق معين مشي في حياته، وفي اللي قرر ما يسيبش نفسه للدوامه دي. في الممرضه بروني وير. بروني وير هي ممرضة أسترالية كان وظيفتها إنها بتاخد بالها من المرضى اللي قدامهم حوالي 3 أو 4 شهور على الوفاة. يعني قررت تجمع من كل الناس اللي قابلتهم في المستشفى خلاصة الحياة، خلاصة الحاجات اللي هم ندموا عليها بما انهم خلاص في اخر ايامهم. مش عايز الموضوع يقلب بكآبة، ولكن تعالوا ناخد الموضوع بشكل طبيعي ونستفيد ونتعلم من تجارب السابقين. يعني في حد قال لها انه ندم انه ما عاش الحياة اللي كان نفسه فيها، هو عاش الحياة اللي الناس كانت حواليه متوقعها له. عارف انت لما يبقى بابا وماما دكاترة فانت الناس كلها متوقعه انك دكتور، وانت دماغك مش في الطب او مش عايز تبقى دكتور، وبالعافية انت دماغك في حاجة تانية. فلا، الناس متوقعة ان انت الشخص ده، فخلاص انت بتتحط في القالب ده. في رجالة كتير قالوا لها احنا بنتمنى لو كنا ما اشتغلناش بهذه الكثرة. يعني احنا اشتغلنا وعملنا فلوس، بس احنا ما كانش لازم نشتغل كل ده برضو. كان ممكن ندي وقت لحياتنا شوية، كان ممكن ندي وقت للعيلة او للأسرة، للناس اللي حوالينا شوية. في ناس تانية قالت لها احنا بنتمنى لو كان عندنا الشجاعة الكفاية او الشجاعة الكافية بقى ان احنا نعبر عن مشاعرنا. كام مرة انت قاعد مع بني ادم او شخص انت مش طايقه من جواك، بس انت بتعصر على نفسك 100 ليمونة وقاعد معاه. كام مرة انت حصل قدامك موقف معين او حاجة معينة وانت من جواك مش راضي عنها. كلنا تقريبا كلنا بيحصل معنا كده. حاجة معينة قدامك انت مش قابل بيها بس بتعديها. مديرك في الشغل بقى، حد من اصحابك، حد من قرايبك، حد ما بتحبش طريقة هزاره الى اخره، حد بتحبه وما قلتلوش، مش بس كره يعني، حد بتحبه وما قلتلوش، ما عبرتلوش بالشكل الكافي. وكتير مننا كده على فكرة. كتير مننا بيحب اهله جدا 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 جدا، بيحبهم حب مش طبيعي، بس ما جاتش فرصة ان هو يعبر عن مشاعره، ما جاتش فرصة انك تحضنهم الحضن اللي هو الجامد ده، اللي هو الحضن الحلو ده، ما جاتش الفرصة. الناس بقى ممكن يكون واحد بيتكسف شوية، بيحرج شوية، ما جاتش فرصة، مش عارف ايه يعني، الله اعلم. بس مش عارف، مفكر انا ما سألتش نفسي السؤال ده قبل كده، ما سألتش ليه مش كلنا بنعبر عن الحب بشكل كافي. يعني في حد تاني قال لها انا اتمنى لو كنت حافظت على علاقتي باصدقائي، صحابنا بقى اللي هم المدرسة والجامعة واصحابنا بتوع زمان والجيران بتوع زمان واللي الدنيا للاسف بتشغلنا وبتخطفنا. ففي ناس كتير قالت لها احنا يا ريتنا كنا حافظنا على ده. في حد تاني قال لها اتمنى لو كنت سبت نفسي تبقى سعيدة اكتر. انت ممكن تكون والله يعني مبسوط الى حد ما، بس هل انت مبسوط الانبساط الحقيقي؟ انت مبسوط ان انت لابس براند كويس، عايش في مكان كويس، مستوى اجتماعي كويس، بس هل فعلا هي دي الحاجة اللي بسطاك؟ هل دي الحاجة اللي فعلا بتخليك فرحان من جواك؟ هي دي السعادة اللي بجد؟ فالناس بصراحة تضربت او مش تضربت، اختلفت اقاويلها، كل واحد حكى من وجهة نظره. وانا هنا في الحلقة مش بقولك سيب شغلك وما تشتغلش واقعد ريح وانتخ وعيش. ما انت محتاج فلوس، الفلوس دي وسيلة انت عشان تشتري لوازمك واكلك وشربك وحاجتك وهدومك ما انت محتاج فلوس. بس انا ممكن اشتغل بقدر، اعيش بره وابعد عن اهلي وعيلتي واصحابي بقدر. كل حاجة ليها قدر ممكن ان احنا نتحكم فيه. كفاية قوي انك تيجي لما نوصل، يعني كلنا طبعا انا عارف ان في اعمار مختلفة بتسمع في العشرينات وفي الثلاثينات وفي الخمسينات، لما توصل الى خلاص او الوقت اللي هنبقى عارفين فيه ان احنا خلاص، او نحس فيه ان احنا خلاص والله دي اخر ايامنا، تبقى راضي عن نفسك، تبقى شايف ان انت خلاص لما وصلت لهنا انا والله انا مبسوط، عشت حياتي بالطول وبالعرض. ما بقولكش اغضب ربنا بس انت عشت حياتك بالطول والعرض، عملت اللي انت كنت عايزه، كنت صادق مع نفسك، حققت الاحلام اللي انت نفسك تحققها، مش شرط كلها بس على الاقل حققت نسبة كبيرة منها، عشت وعبرت عن حبك ومشاعرك الحقيقية للناس اللي بتحبك. الناس في ناس بتحبني جدا على فكرة، وانا والله يعني عارفهم، يعني يمكن علاقتي بيهم مش قوية، ما اتكلمش كتير، بس انا عارف انهم بيحبوني جدا وبيعزوني جدا، عن ناس انا معاهم وقت طويل جدا وانا عارف ان هم ممكن ما يكونوش بيكنوا لي نفس الحب والاطمئنان اللي هم اللي عند ناس تانية انا علاقتي بيها مش قوية. افتكر دايما انك
عايش حياتك مش عشان تبقى متعكنن، انت عايش حياتك عشان تكون مبسوط، وعايش حياتك عشان ما تبقاش ندمان. اندم وعدل وظبط بس في اوقات ما بينفعش فيها الندم. بتمنى لكم يوم جميل واتمنى لكم اسبوع جميل. كان معاكم محمد ابراهيم، انتوا بتسمعوا وانت نازل الصبح.